الراجل التاني قال له: أأنت غريب؟ رد خالد بسرعة: أيوة أنا غريب. طب إحنا فين؟ وإنتوا مين؟ قال له: نحن فقراء وهربنا إلى الصحراء، ألا يوجد معك طعام؟ خالد قال: لا والله، الشنطة ضاعت، بس استنى معايا فلوس. طلع من جيبه 10 جنيه وقال: خدوها، هاتوا بيها أكل، بس قولولي أنا فين وإزاي أرجع بلدي. الراجل خطف الورقة وأكلها. خالد بصله مبهوت: أنت جعان للدرجة دي؟ قال التاني: يبدولي أنك كريم، ولهذا علمت أنك غريب، أشعر بأنك غني جدا. خالد بص على هدومه المقطعة وقال هو يضحك: غني ب10 جنيه. قال لهم: طيب بتعيشوا ازاي هنا؟ وهربانين من ايه؟ واحنا فين أصلا؟ اللي أكل الورقة قالوا له: نحن فقراء، والصحراء خير لنا من أرض زيكولا. خالد فتح عينيه وقال: أرض إيه؟ قال له التاني: ألا تعرف أرض زيكولا؟ رد خالد: لا، فين دي؟ أنا مش شايف غير رمل. الراجل بص له وقال: من يعيش في هذا الزمان ولا يعرف زيكولا. وبعدين بص لصاحبه وقال له: الأغنياء دايما بيسخروا منا. وأشار لخالد وقال له: تعال، انزل شوف بنفسك هناك بالأسفل أيها الغني. مشي خالد في الاتجاه اللي أشاروا عليه لحد ما وصل لحافة هضبة عالية. بص لتحت واتجمد في مكانه. قدامه مدينة كبيرة جدا، مبانيها غريبة المنظر، فيها خضرة ومية وأراضي زراعية. وقال بصوت مبحوح وهو بيبلع ريقه: دي تبقى أرض زيكولا؟